الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففوائد الذكر وحسناته وخيراته عباد الله كثيرة وعظيمة، فعلينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، وعلينا عباد الله أن نحرص على حضور مجالس الذكر، هذه المجالس التي ينتفع بها الحاضرون، هذه المجالس مجالس الملائكة الأطهار الأبرار الأخيار، هذه المجالس التي يباهي بها ربنا تبارك وتعالى الملائكة في السماء. ففي الصحيحين ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يحرصون على حضور مجالس الذكر، مجالس فيك رغبة، فيقول الله: ماذا يسألوني؟ فتقول الملائكة: يسألونك جنتك. فيقول الله: هل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا والله ما رأوا جنتك. فيقول الله: فكيف لو رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: والله لو رأوا جنتك كانوا أعظم فيها رغبة وأشد عليها حرصا وأعظم عليها طلبا. فيقول: مما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من نارك. فيقول الله: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب. فيقول: فكيف لو رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: والله لو رأوا نارك كانوا أشد منها مخافة وأشد منها هروبا. فيقول الله عز وجل: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء وإنما جاء لحاجة. فيقول له: قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هكذا يخبر الرب الرحيم سبحانه وتعالى عن هذا الفضل الكبير وهذا الفضل العظيم لمن حرص على حضور مجالس الخير والذكر، هذه المجالس التي يباهي بها ربنا تبارك وتعالى الملائكة في السماء. ففي مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تبارك وتعالى ونحمد على ما هدانا ومن به من الإسلام. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحرفكم تؤمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة في السماء. هكذا يخبر ربنا، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. فاحرصوا عباد الله على حضور مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر، هذه المجالس التي تؤمنك يا عبد الله من الحسرة والندامة يوم القيامة. فإنك ما تجلس مجلسا إلا ولا بد أن تتكلم، فإما
أن تتكلم بذكر الله وبما يقربك إلى الله عز وجل، وإما تكلمت بباطل وبمحرم أو تكلمت بمباح يجرك إلى باطل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. وهكذا يقول في حديث آخر: إلا قاموا على مثل جيفة حمار، إلا قاموا على مثل جيفة حمار. هذه المجالس التي تحفظك من آفات اللسان، من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان واللغو والباطل والسب واللعن، هذه المجالس العظيمة، فلا يشغلنك عن هذا الخير يا عبد الله مال ولا بنون. فالله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أكثروا عباد الله من ذكر الله عز وجل، لا سيما في جوف الليل وفي الأسحار. فالله يقول في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من الرب سبحانه وتعالى في جوف الليل، فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. اذكروا ربكم تبارك وتعالى بقلوب حاضرة وبقلوب حية، فهذا هو الذكر الذي يورث خشية الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر الذي يورث العلم بالله والمعرفة بالله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الغفلة ومن البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم نسألك يا ربنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.